صباح الفل والهنا والسعد والسعادة على أحلى متابعين. عاملين ايه؟ يا رب نهاركم يكون سعيد جدا ويومكم يبقى جميل جدا. عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة فطير بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وجميلة جدا، وطريقته سهلة جدا، وهنحط مكون واحد هيخليه طري جدا ما ينشفش منك أبدا. يلا بينا نبتدي ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة معانا في مقاديرنا، معانا 3 كوبايات دقيق ابيض، 3 كوبايات دقيق ابيض. معانا كوباية دقيق سميد اللي هو الدقيق السمولينا، اللي هو الدقيق الهريسة، دقيق اللي بيعمل بيه البسبوسة بس الناعم. تروح عند العطار تقول له عايزة الناعم. معانا هنا حطينا رشة ملح و3 معالق سكر. هنخلط المكونات دي كويس مع بعض. هنعجن بمية، طريقة سهلة جدا وبسيطة. هنلم العجينة ومش هنعجن، يعني احنا يدوبك هنلمها بس. دقيق السميد او دقيق البسبوسة او الدقيق الناعم، هتجيبيه الناعم، هتجيبيه البسبوسة الناعم عشان فيه ناعم وفيه خشن. هتجيبيه الناعم. عايزة اقولك بيخلي الفطير طري جدا مدة طويلة، ما ينشفش منك ابدا. بصوا هنا العجينة بس احنا لميناها بس مش اكتر، شايفين؟ هنحطها في كيس، هنحطها جوه كيس او استرتش اهو. بصوا اهو، هنغلفها كويس بالاسترتش، نسيبها لمدة ساعة. اعمليها وسيبيها واعملي اللي وراكي. بصي لمدة ساعة، ولا نعجن بقى ولا نتعب. بصوا هتطلع معانا كأنك كنت بتعجني فيها بتاع 10 دقايق. هتطلع ناعمة جدا ومطاطية وحلوة قوي. بصوا ايوه، بصوا العجينة. هنا معانا الزيت، هندهن الرخامة بتاعتنا زيت. شايفين عاملة ازاي؟ سيبيها. بصوا مطاطية حلوة قوي. هنعملها كور حسب بقى ما العجينة تاخد معانا. هي خدت معايا بتاع من 7 ل8 كور تقريبا. 7 كور. هندهن الوش بزيت عشان ما ينشفش مننا. هنجيب اول كوره معانا وهنفرد بالزيت. بصوا هنفردها بايدينا، بلاش نشابه. هتتفرد كويس قوي لان العجينه حلوه معانا ومطاطيه. دهنة زيت في ايدك ودهنة زيت على الرخامه، وهتتفرد معاكي وهتبقى حلوه. بصوا عايزين نورقها خالص، نورقها جدا. بصوا نبتدي بقى نتنيها كده، ناخد جنب نتنيه ونحط زيت، الجنب التاني نتنيه ونحط زيت. انا هعملها على شكل مربع او زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وهنسيبها على جنب. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. هندهن الرخامة زيت وايدينا شوية زيت وهنفردها بايدينا، سهلة جدا وبسيطة جدا. بصوا هنورقها خالص، ندهنها زيت، نتني جنب، نحط عليه شوية زيت، نفس الحكاية الجنب التاني ونحط شوية زيت اهو، نطبق كده اهو نفس الطريقة. هنا انا بعد ما عملت الكمية كلها، سحبت اول واحدة عملتها خالص وابتديت ارجع افردها تاني. بصوا افردها من اليمين ومن الشمال. بصوا بتتفرد معانا وحلوة قوي. هنجيبه بعد كده طاسة على النار بنهنة زيت بسيطة، وهنبتدي نحط الفطير بتاعنا. شايفين حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه بيخليه ناعم جدا وطري جدا وهش ومورق اهو. شايفين؟ هناخد بقى الجنب الاولاني وادي الجنب التاني. هتستوي معانا وهتطلع حلوه قوي، بس نعملها على نار هاديه جدا، يعني ما نعليش النار عشان ما يحمرش، بس من الجناب من فوق ومن تحت ومن جوه يبقى عجين زي ما هو. بصوا حلوة قوي. اول واحدة عملناها، هنرجع بقى نعمل باقي الكمية. كل ما نشيل واحدة نحط دهنة زيت بسيطة ونفردها ونحط الفطيرة بتاعتنا.
بنفس الطريقة. كده عملنا الكمية كلها، شايفين طري ومورق معانا وهش جدا واستوى من جوه. نعمله بس على نار وسط مش عالية، هادية. بصوا شايفين هيفضل معاكي طري فترة طويلة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وشكرا ليكم وباي باي.